ولو حاولت تدور علينا مش هتلاقي ظهر لإلك لما تكبر بالعمر يا بابا، عشان انت رميت لحم بالشارع. ومين في حياتك مقاطعه بقالك فتره ما بتكلموش؟ بابا. ما بتكلموش ليه؟ عادي يعني مشاكل عائلية. عندك استعداد تطلعي موبايلك وتتصل على بابا وتقول لبابا كل سنه وأنت طيب انا مسامحك؟ لا ما بقدر، انا اسفه كثير بس ما بقدر. يعني لا ما بقدر، عشان المشاكل العائليه اللي بينا مش هتتحل بالبساطه. يعني هو تركنا انا واخويا وامي وانا عندي 7 سنين. لما تركنا ذاتنا بالشارع هيك، يعني ما سوى لنا بيت، ما سوى لنا اهل نتخبى وياهم وهيك شيء. وكان وقتها كان في هون بمصر ثورة، مساوي مشاكل ويانا، هو عم مساوي مشاكل يعني. انت ما عندكيش يعني القابليه ان انت تتكلمي؟ ايه حتى لو ضغطنا عليك وقلنا لك تتكلمي؟ معنويا كل شيء يعني. الوضع ما بيننا انا وبابا وعائلتنا يعني مش ملعبك. بالاول كنا مقطوعين من شجره، بس بتحس بايه ساعتها؟ عادي. امي كانت كل حياتنا وهي ما زالت لحد اليوم، هي كل العالم بالنسبه لنا، عائلتنا بقى، ابونا، امنا. حتى امي يعني بتكون ام واخت وصاحبه لإلي بنفس الوقت. لو ابوك يا كارمن طلب منك ان انت ترجعي تعيشي معاه بس تبقي عايشه معاه هو؟ لا مستحيل. ايه معقد هو معقد. هو ما بيقدر يعني يتحمل مسؤولية شاب أو شابة أو صبية، يعني ما يقدر يتحمل هيك شيء. شوف يا بابا، ما بعرف أنت إذا رح تشوف هاي الرسالة أو لا، ما بيهمني إذا بتشوفها ولا لا، بس الله ينتقم منك يا رب. أنت وعائلتك وأمك، لأنه أنتم جرحتونا وكسرتونا واحنا صغار، بس دلوقتي احنا اقوى، ودلوقتي احنا عمرك ما هتوصل لنا، ولو حاولت تدور علينا مش هتلاقي ظهر لإلك لما تكبر بالعمر يا بابا، عشان انت رميت لحم بالشارع. شوفي يا ماما يا حبيبة قلبي، يا أم عظيمة ما شفت مثلها بالعالم كله، يا أحلى وأجمل صديقة بالعالم كله. أنتي ماما ب100 زلمة ينهزلك شوارب يا ماما. أنا بحبك كتير، ويا رب يخليكي إلنا ويبعد عنك كل شر ويحفظك. زي كل شيء.